قررنا اليوم ناخد سيارة ونروح معكم لحتى نزور عمالقة التاريخ. رح نصور لكم قبورهم ونحكي لكم جزء من حياتهم. خليكم معنا حبايبي. اليوم رح ناخدكم معنا عبر الزمن لنشوف جميع العظماء وكبار الشخصيات في العالم. مقبرة العظماء بير لاشيز. On y va. وهي مو بس مقبرة بندفن فيها الموتى، قصة شعب كرم عباقرته وعباقرة العالم وخلد أسمائهم بحروف من ذهب. كان البانتيون أو مقبرة العظماء كنيسة، وبعد الثورة الفرنسية تحولت لمعبد للعقل، وبعد ذلك صارت بتضم عظماء العالم وعظماء فرنسا والعباقرة، يعني تحولت لمقبرة العظماء اللي لهلأ موجودة. ونحن هلأ قدام ضريح الشاعر الرومانسي الفرنسي الكبير ألفريد دو موسيه، وواحد من أهم رواد الحركة الرومانسية بفرنسا. لاحظ هفاني كيف المقابر تبعهم هون هيك كتير عالية فوق الأرض، عن جد خيالية. والله هي المفروض بس ما تكون طبعا عالية يا حرام. لا شوفي يعني كلها مثل غرف بيوت يعني كمان عن جد وهرة. هلا بكل صراحة كمان شفتي جمالها بغض النظر انه يعني مقبرة، شفتي الاهتمام اللي عم بيقوموا فيه؟ طبعا. مين هاد حياتي؟ يعني ما بتحس انه مقبرة، مدري شلون. أناتول دو لا فورج. دو لا فورس ولا دو لا فورج؟ فورج. على ميموار. على ميموار. شوفوا هيك كيف عاملين كمان، في كتير هيك اشكال بتلاقوهم انه بيحطوا فوق القبر هيك تماثيل. هلا لازم نورجيكم شخصيات. هلا انت على اي شخصيه عم تدور مشان يعرفوا؟ عم بدور على شخصيه مطرب كردي اسمه احمد كايا، مشتهي ازور قبره. امتى توفى؟ ما بعرف. لا والله يا روح، كأنك مرقت لي 2010 ولا أقدم كمان؟ أقدم أكثر. كاني أقدم شوي. هلا بنشوف شو اسمه الباركور تبعه. وهلا رح ورجيكم قبر أحمد كايا، المطرب الكردي والكاتب العريق. كمان بعد ما طلع من تركيا اجى لهون على فرنسا بال 99 اي بال 99 وبال 16 نوفمبر على ما اعتقد بال 2000 توفى بباريس. بال 2000 توفى بباريس بمقبرة العظماء.
أنا من الفقر والاضطهاد بسبب أفكاره السياسية. المرأة هي لغز لا يمكن حله، لكن يجب على المرء أن يحاول حله. طبعاً هي من أشهر المقولات لأونوري دو بالزاك، الكاتب العريق، أعظم الروائيين في تاريخ الأدب الفرنسي. الحديد اللي بيربط بين المدينة الفرنسية ليون ومدينة جنيف السويسرية كان بإشراف رائد السكك الحديدية جان باتيست دلبش، وهي ضريحه. ألهمت أعماله العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم. أوجين دلاكروا، وساهم بتطوير المدرسة الفرنسية الرومانسية. هافان طلعت عن جد أكبر بكتير مما توقعنا. أكبر بكتير ولا أنا أكبر كمان؟ بكتير من ما قلت لي أنت كمان. أنا فكرت لك. بس هيك يعني كم قبر. يعني تصوري لسه يعني ربع منا مصورينها لسه. تصوري أنت. يا إلهي يا جماعة، إذا ما عم تشوفوني كتير اليوم فأنا لأنه كتير بحترم القبور وهيك شغلات ما بحب كتير أحكي فيها. وتاني شيء لأنه مرشحة كتير سمعانين صوتي كيفه. مشان هيك طولنا عليكم كمان. طولنا عليكم بهذا الفيديو بسبب مرض شوي أنا وكيفين، فحبينا نورجيكم اياها هاي المقبرة. خليكم معنا لحتى نورجيكم مين هي أهم الشخصيات الموجودة بهالفقرة الصغيرة. شوفوا مين هي أهم الشخصيات الموجودة بهاي المقبرة. فيكتور هيغو كاتب وشاعر فرنسي مشهور، اشتهر بأعماله مثل البؤساء وأحدب نوتردام. ألكسندر دوما كاتب فرنسي مشهور، اشتهر بأعماله مثل الكونت دي مونت كريستو والفرسان الثلاثة. فولتير فيلسوف وكاتب مسرحي ومؤرخ فرنسي مشهور جدا، اشتهر بأعماله التنويرية. جان جاك روسو فيلسوف ومفكر سياسي فرنسي مشهور، اشتهر بأعماله مثل العقد الاجتماعي واعترافات. ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء بولندية حائزة على جائزتين نوبل، اشتهرت بأبحاثها حول النشاط الإشعاعي. ومين منكم مو سمعان بجامعة باستور بباريس يلي تسميت على اسم العالم الفرنسي اللي اكتشف لقاح داء الكلب ولقاحات كتير تانية. موليير كاتب مسرحي عالمي، اشتهر بمسرحياته الكوميدية. وفي كتير عظماء ما لحقنا نصور لكم اياهم. شوفوا هون كيف عاملينها مثل أكواخ صغيرة. وهون كمان نفس الشيء. عازف بيانو وملحن فرنسي موهوب لوي لاكومب، وحدة من أشهر أعماله مادونا، لحن أوبرا حقق نجاح كبير. عادي فينا ندخلها على فكرة. أوف هون ولكل اللي حابين يجوا على مقبرة العظماء في عندكم المترو هون، يعني ثانيتين وبتلاقوه. مترو بيغ لاشيز، والبطاقة مجانية كل الأسبوع، وموجودة بالحي العشرين من باريس. ولهون حبايبي بيكون انتهى الفيديو. انتهى الفيديو، ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. أنا كتير مبسوط يا جماعة إنه زرنا مقبرة العظماء. عن جد أمانة. وإن شاء الله يكون حبيتوه كمان غوالي. واكتبوا لنا بالتعليقات شو حابين نزور أكتر بباريس، خبرونا، بنحبكم كتير. جايينكم بفيديو جديد. باي غوالي.